سلاميات من داخل اسطاني، سلاميات من داخل اسطاني. يا اهل الباء كيف حالكم؟ كيف اخباركم؟ كيف ان شاء الله كويسين؟ الحمد لله. ما بيزعلوا مبروك. ومنهم علاقه مع النسوان، لكن انا الو يسلمون لاهل انسان مات وقال مات. من الناس بيسووا شغلتهم كلها. قالوا مره والله شوف حاجه تلمس المسكه السلاميات دي اللي بتتمت في نهائيا. اول حاجه هم لازم يسووا لهم حاجه، لكن انا هسه كده خلاص لحقنا المكان اللي بفصلنا معاهم. هم شالوا لهم لباس واحنا شلنا سؤال المراه. النسوان ما تسعلوا هو هيجوا يشيلوا المراه بس انا بس المال عندين ما يسلمون ابدا نهائيا. انا عندين سلاميات من داخل يموتوا في بلد بن حلوان جهودا داخل بني حلوان يمشوا كده كيف كان هم دعوشوا قرب من الدواس يجي بس هناك عادات السروال تقدر، لكن المرأة تقدر يوم يكمل ان شاء الله نسلم. المرأة تقدر من السروال لكن السروال ما بقدر، لكن المرأة تقدر. انا عندي بس والله القادة انا عندي اللي يمسون بشر بس يودون خطوين وقدم بس كل ما قدم النسوان نقول شنو لهم نقول لهم جيبوا انا بس نرسل لهم نقول لهم جيبوا سراويل قدما بس بعد اجيب منهم ثاني شغل ثاني كده. انا كده على ده ثاني ما داير اسمع كلام زول ولا داير رشيف ولا داير شيء كده بس من بخانته وانا سريري والله الله ينصر الاحد. لكن ده لا طبعا بن حلبة. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل مشاهدين ومتابعي قناة براعون. في البداية نذكر المشاهدين الجدد بأن المتابعة للقناة والمتابعين وتفعيل زر الجرس لكم كل جديد. اليوم يوم 1/6/2026 كما شاهدنا في الفيديو الاشتباكات الدامية بين قبيلتي السلامات وبني حلبة ليوم الرابع متواصلة في كل المناطق بتاع جنوب دارفور. ما في زول يعلم عدد المفقودين بين الطرفين. تقريبا في قرى كاملة تم تدميرها وفي قرى كاملة تم تدميرها بالكامل بين قرى السلامات وبني حلبة في مناطق بتاع ولاية جنوب دارفور. بالأمس قدرت أبناء السلامات السيطرة على محلية القبم. القبم هي محلية تقع تحت إدارة أبناء بني حلبة، لكن أبناء السلامات قدروا يحتلوا المنطقة وفيها حالة نزوح عارمة في كل المناطق بتاع جنوب دارفور والمناطق بتاع بني حلبة والسلامات. تقارير تشير إلى نزوح أكثر من 3000 أسرة من هذه المناطق. في جزء منهم اتجهوا إلى أفريقيا الوسطى وفي جزء ثاني اتجهت إلى داخل الدولة تشاد. حتى النازحين من النساء والأطفال وكبار السن جارين بيبحثوا عن الأماكن الآمنة برضو بيتعرضوا إلى الاعتداءات سواء كان من أبناء بني حلبة أو السلامات. الصراع هذا أكبر صراع محتضن في إقليم دارفور في هذه الأيام، وللأسف الناس وصلوا للمرحلة تمثيل بالناس اللي تم جغمهم بين طرفين، يعني نفس الأفعال اللي كانوا هم بيمارسوا للشعب السوداني سواء كان في مناطق بتاع فاشر والجنينة والزمزم والجزيرة ونيل الأبيض وكردفان وشمال كردفان. كل الانتهاكات اللي حصلت في هذه المناطق اليوم ربنا غضب فيهم فيما بينهم. الطحن الحاصل فيما بينهم ده يؤكد تماما بأن الله يمهل ولا يهمل. هم مارسوا كل هذه الممارسات ضد الشعب السوداني أبدأ من بداية 15 أبريل من نزوح بتاع الخرطوم والجزيرة ومرورا من النيل الأبيض ومناطق بتاع شمال كردفان، وأبدأ من مشاكل بتاع الجنينة والفاشر والزمزم. شوف ليلة الجيش حتى الجيش والقوات المشتركة ما وصلت إلى دارفور، لكن هم الآن يعني بيتآكلوا فيما بينهم بطريقة سيئة جدا. ربنا يجعل كيدهم في نهرهم، رغم أننا لم نشجع العنف ضد الأبرياء حتى لو كانت عدو، لكن هم اخترفوها بأيديهم ضد الشعب السوداني. إن شاء الله ربنا يدمرهم. والصراع مستمر وفيها نزوح جماعي في هذه المناطق. بعض التقارير بتشير إلى عدد المجغومين بين الطرفين تجاوزت 3717 من الطرفين، وفقد عدد كبير جدا وجرح ما لا يقين 2000 بين الطرفين. وللآن الصراع مستمر. امبارح قوات الجنجة ما يسمى بالتأسيس بالنيابة طلع لجنة كده مسخرة لمصالحة أو تقارب أوجه نظر بين المتحاربين، لكن اللجنة ده قبل ما يصل إلى النقطة المقصودة بكمين محكم وتم قضاء عليهم جميعا. فده الآخر التقارير وده الآخر التفاصيل بتاع مناطق بتاع جنوب دارفور، مناطق الدائر فيها الصراع بين المجموعتين. ولأول مرة دكتور جبريل إبراهيم يجاوب على أسئلة رئيسية وهامة جدا. أولا
بدأ جاوب على السؤال بتاع الضرب القوات الحركات الكفاح مصلى للقوات مصلى السودانية، والمرحلة الحياد هم فعلا كانوا هم في الحياد أم كان خطة استراتيجية بينهم وبين قوات المسلحة السودانية. والسؤال الثالث فترة وجوده لوزارة المالية ما هي الإنجازات التي قدمها دكتور جبريل إبراهيم لوزارة المالية السودانية؟ كرانا طابي باقي التفاصيل بتاع المناطق ونطابق لقاء دكتور جبريل إبراهيم مع دكتور عزيز. محلية الآن رئاسة المحلية محلية كبو كلكم شايفين رئاسة محلية كبو الآن رئاسة محلية كبو الآن احنا جوا كبو. الله أكبر كبو سقط الكالع السلامات جوا كبو والله السلامات جوا سلامات جوا كبو دي المحلية دي رئاسة محلية كبو السلامات سقطت والله في يد السلامات سقطت والله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر جوا كبو والله جوا 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 الرئاسة السلامات جوا السلامات جوا بالهلبة جروا. الله أكبر. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ندين ونستنكر ونرفض الهجمات المتكررة من أهلنا البني هلبة لقبيلة السلامات. ندين ونستنكر هذه الأحداث المتعمدة، هذه الأحداث المتعمدة، وندين ونحمل المسؤولية التامة لقوات الدعم السريع، نحمل المسؤولية التامة للسيد البطل محمد حمدان دقل، نحملك المسؤولية دي، لأنه ما ممكن قرابة 3 سنة قبيلتك في الله أرض في دولة تأسيس، في دولة التأسيس ودولة الهامش، في الأراضي اللي فيها الناس مهمشين، الأراضي التي تسمى بالهامش، قبيلة تتقطرص لها على حتة معينة أو بقعة معينة من أراضي الهامش، وتجي تقول ما في سلام يجي معدي بجاي وما في فلتكان يجي معدي بجاي، والدعم السريع قاعد وقيادة الدعم السريع قاعدة، ونحن أول من استشهد في القضية هناك كسلامات، نحن أول من نستشهد في القضية هناك ونستشهد في الصفوف الأمامية. فقدنا في قضية الدعم السريع أغلى ما عندنا من قيادات وإخوان وأصدقاء، فقدنا أغلى ما عندنا في قضية الدعم السريع، والدعم السريع مهمجنا وما شغال بقضايانا. دي رسالة عاجلة وهامة، وفي بريد أي دعم سريع، بريد أي دعم سريع خطها في راسك. ليه الدعم السريع ما بيقدر يجي يحل المشكلة دي؟ الناس يوم تتهاجم ويجيك يقول لك نحن دعم سريع ونحن قوات طز في تهميش في تأسيس وطز في قوات الهامش كم بنفس الأسلوب ده وبنفس الطريقة دي، طز فيكم كم بنفس الطريقة دي. عرفت كيف؟ بدواعي عنصرية ودواعي قبلية الناس بتنعتوا قاعدين تأسيس ومعارف وحماية رئيس. طيب ما تنهي الفتن وتوقف الفتن، توقف المشاكل القبلية. عرفت كيف؟ ما بتقدروا يعني قضية قبيلة وقبيلة ما قدرتوا تحلوها. كيف تحكموا دولة؟ كيف تحكموا دولة كاملة؟ قضية السلامات وبني هلبة ما قدرتوا تحلوها وما قدرتوا تقنعوا البني هلبة. جيتوا قبل كده كظواهر سالفة البني هلبة ويقفلوكم بس، طردوكم انتوا دعم سريع ذاتكم كدعم سريع طردوكم. عرفت كيف؟ ورجعتوا خفتوا منهم. أنا دي رسالة لإخواني ول 515 روي، أرجعوا من الصفوف الأمامية، شت عليكم أي صفوف أمامية أرجعوا منها. ما عندنا صف أمامي غير بلدنا دي هنا، صفوف أمامية تبقى بلدنا دي هنا. أنت ما حررت بلدك، ما حررت بيتك، ما نظفت بيتك، ما بتمشي تنظف بيت جارك، ما نظفت بيتك ما بتنظف بيت جارك. عرفت كيف؟ ودي بيوتنا ودي أراضينا، ما لم تتحرر، ما لم نعيش فيها كريمين، ما في داعي تمشي تستشهد هناك لدعم سريع ولا تستشهد لمحمد حمدان، ولا في داعي لأي قضية ذات. الناس تتراجع والناس ترجع تحمي بلدها. ويا 515 ارجعوا احموا بلدكم. ما في اي زول ضارب في نمرتكم، وما في زول معبركم، وما في زول خاطر لكم عبره اساسا. الناس ترجع من الصفوف، ما في حاجه اسمها صفوف اماميه، وما في حاجه اسمها 2 ولا بتاع ولا زفتين. انت بيتك ينتهك، بيتك بيحرق، اهلك بيرموا من اراضي انت ليك الحق تعيش فيها، وليك الحق تزرع فيها، وليك الحق تستوطن فيها، وليك الحق تجنب فيها، لانه دي بلدك ودي انت ولدت فيها. بيحرموك منها. ماشي داير تحارب للدعم السريع، ما تحاربوا ولا اي حاجه ذاك. لو القضيه دي ما انتهت ما تحاربوا ولا اي حاجه. ونحن يا بني اكسي هوي دي مدنقس عديل، اقسم بالله العظيم. هو يا بني اكسي اركبوا عديل ورب الكعبه. نحن ثاني اقسم بالله صلح معاكم، ما لما الطريق ده يفتح وتعدي به والشارده والورده يعدي به والضالع والمكسور، والله معاكم صلح. ما عندنا نهايه ما عندنا صلح معاكم. بيننا وبينكم ما صنع الحداد. الحشاش يملى شبكتها يا صاحبي، والله ثاني اقسم بالله العظيم. الشارع ده ما فتح، شارع كبم ده فتح عديل، الناس مشت بدغري. والله ما عندنا معاكم اي مصالحه. طز فيكم وطز في تاسيس معاكم ذاتها. كان هي معاكم وواقفه بنفس المنوال ده، واقفه هي باقيه يعني عسره للصلح، وباقيه عسره يعني ما بتقدر لكم انتوا. طز فيكم كلكم. ودي رساله هامه وان شاء الله توصلوها. شيروا الرساله دي، خلوها توصل لاي دعم سريع، ولا اي محمد حمدان، ولا اي
عامل فيها تاسيسي زياده، خلوها تصل في بريده. الليله في اشتباكات وفي شهداء فقدنا اغلى ما عندنا، ونحن باذن الله سبحانه وتعالى اسمعوا كلامي، ما في داعي لكشف الحقائق، والله تتفاجئوا بينا، والله تتفاجئوا بينا باذن الله سبحانه وتعالى. الجاي اعظم اقسم بالله العظيم. شدوا حيلكم والحشاش يملى شبكته، والله العظيم نحن نتراكب معاكم، شفتها نتراكب نتبالم زي ده، شفت قدرتوا عليه، كان قدرتوا علينا سوونا حمير ودونا لنا نسوان كيورو تندين المويه، وكان قدرنا عليكم والله اللي نسوي فيكم نحن بنعرفوا في رؤوسنا واركبوا عديد. مسألة الحياد، الحركة العدل والمساواة كانت في محطة الحياد في لحظة كانت يعني it's too critical in that period of time. انتم كنتم واقفين في الحياد، ممكن تشرح لنا ليه كنتوا واقفين في الحياد وليه بعد ذاك التحقتوا بالجيش وواصلتوا بالدفاع عن التراب؟ طيب أول حاجة حقه أنت تسأل الرئيس البرهان عن كنا محايدين ولا لا، ده السؤال الأول. السؤال الثاني أن إحنا أساسا جينا من حرب استمرت لعقدين، وصرحنا جيوشنا وطلب منا أنه ما يكون معنا قوات في العاصمة بقرار رسمي من الدولة، أنه الحركات تخرج قواتها من العاصمة وتعيدها إلى دارفور إلى كردفان، ولذلك ما كانت عندنا قوات. أنا عندي 7 عربات في الحراسات في العاصمة وما معدل فكيف ب7 عربات أواجه عدو بالحجم المعروف؟ ده السؤال الثاني المهم. السؤال الثالث، أنا أول ما انعقد اجتماع للحكومة يوم 2 مايو في مدني، جماعة كل الولاة 10 ولاة، واتخذنا قرارات لتسيير الدولة. لو كنا محايدين كنا مشينا لناس حميدي، ثم انتقلنا وأسسنا للدولة، خلينا من الجيش. الأمر المدني نفسه، الدولة نفسها نحن في النهاية أبقينا، ما كانت في دولة. والحمد لله لما مشينا بالسودان أسسنا لهذه الدولة وقاومنا عبر المؤسسة. كان أول ما وصلت بالسودان جمعت كل المنظمات برئاسة فولكر، وقلنا لما نحن الدولة الآن في حالة حرب، محتاجين أنكم تدعمونا في 1 و2 و3، ووجهناهم بأنه يدعم المواطن، يغيثوه، يعملوا. جمعنا السفراء وجهناهم أيضا وحددنا لهم حاجاتنا بصورة، وده السبب أنه الإغاثات جاتنا بأحجام كبيرة في الوقت ذاك، واستطعنا في أنه نلبي حاجات الناس. فقدرنا دولة ومولنا الجيش عشان وفرنا المال. إذا كنا محايدين ما كنا نفعل هذا. وللعلم ما الناس كنتم محايدين مطلقا، كنتم في الحرب من بداية. خلينا نرجع السؤال ده لمناوي لما يجيني، لما قال نحن مره مع دول مره مع دول. ايوه ما كنا محايدين، لكن كنا محتاجين. الحكومه ربما الجيش ربما الساعات الدعم السريع كانت او الميليشيا الدعم السريع كانت مستعده للحرب، انا ما كنا مستعدين. ولو اعلنا في لحظتها انه نحن مع الحكومه كان هرسوا ناسنا الموجودين في الميادين اللي ما كانوا مستعدين يعني. فنحن برضو عندنا مسؤوليه تجاه جيشنا، لازم نرتب امرهم، نجهزهم للقتال قبل ما نقول انها طرف. في قائد مسؤول يعني يعرض قواته للتهلكه من غير ترتيب مسبق. انتم في الحقيقه كنتم موجودين اداريا وكل الترتيبات كنتم موجودين اصلكم، ما فارقتوا الجيش. بالعكس، احنا قدنا العمل كله السياسي لدعم الجيش عشان الجيش، وكنا على اتصال صباح مساء بقياده الجيش، هم في القياده وهم في المواقع المختلفه، وقدرنا نعمل معركه لحظه بلحظه، فما كنا مع حقيقه الامر. لكن كان اعلان الحياد مهم عشان نقدر نسير القوافل من الفاشر للعاصمه، وبالعكس نخلي الطرق عمل تكتيكي في الاساس. ايوه، نجهز جيشنا، نرتب امرنا. كان مهم جدا ان نقول نحن محايدين، لكن واقعا لسنا كذلك. دخلنا ام درمان، دخلنا قواتنا قبل 4 أشهر من اعلان الحياد، والناس معروفين. الكتيبة 10 والكتيبة 14 كانت في درمان قبل 4 أشهر من فك الحياد. معلومات مهمة جدا يا دكتور، شكرا جزيلا. بس احنا عايزين انه يكون في الفريم العام، انه يكونوا جزء من القطعة الواحدة للجيش. أبشر. ماذا خلف ذلك؟ لماذا نعم. لم يكتمل هذا إلى نهار اليوم مع الحوجة الماسة
لأن يكون هنالك جيش واحد وبندقية واحدة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله آمين. أول حاجة تحية لك الأخ الدكتور عبد العزيز سليمان، وكل المشاهدين والمستمعين. ابتداء دمج جيوش في جيش أمر معقد، ليس بالأمر البسيط. تقول غدا كل الجيوش تدخل في بعضها. الأمر يحتاج إلى ترتيبات أمنية معقدة، محتاجة إلى وقت، وكنا في ساعين في الخطوات العملية لتحقيق ذلك، وقامت الحرب، فانشغل الناس بأمر الحرب والقضاء على المسألة أولا، ثم العودة إلى المنصة بتاع الدمج. ولحسن الحظ أيضا الحرب قربت بين النفوس، لأن الآن كل القوات تقاتل في صف واحد من خندق واحد، وبالتالي مسألة الدمج صارت مسألة الجانب النفسي فيه انكسر إلى حد كبير. زمان في شكوك باعتبار أن دي أطراف كانت ما بينها، والناس كانت مطمئنة لبعض. لما جاءت من خندق واحد شعر بأنه الحواجز اللي كانت موجودة ما لها أساس، والناس قادرة تعمل مع بعض وتعيش مع بعض. فنحن قطعنا شوط كبير. لو أصلا في الحرب في محاسن، واحدة من المحاسن أنه الآن الجيوش دي كلها أو صارت قريبة جدا من بعضها، وإجراءات الدمج ماشية على قدم وساق، ونعمل على نهاية الحرب بإذن الله سبحانه وتعالى يكون عندنا جيش واحد في السودان. طبعا في تعقيدات بلا شك، فانه الجيوش عندها شروطها للانضمام عشان واحد يصير ضابط، عشان يكون ضابط برتبه معينه. الكتيبه عندها عدد محدود من الضباط، كل واحده عندها عدد محدد. بالنظام التقليدي الجيوش القادمه شكلها مختلف عن الجيوش التقليديه، جيوش راتبه، حجم النيران عندها اكبر من حجم النيران في الوحده العسكريه التقليديه، فيها فوارق، واستيعاب هذه الفوارق محتاجه للتفاهم بين القوى للوصول للنتائج. لكن في كل الاحوال نحن نفكر انه نحن ماشيين في اتجاه الدمج كل القوات في القوات المسلحه، هيكون عندنا جيش واحد باذن الله سبحانه وتعالى في السودان. طيب يا دكتور، ويعني أنت راجل أكاديمي قبل أن تكون في الشق العسكري هذا، هل هنالك خطة واضحة بتواريخ واضحة لأن يصير لهذا السودان الكبير جيش واحد؟ لا أنا لا أكذب، يعني لا أستطيع أن أقول هنالك تاريخ. ما في جهة تستطيع حتى تحديد هذا التاريخ، وما عاد في ضرورة حتى لتحديد هذا التاريخ. نحن ما دام الجيوش دي من الناحية العملية الآن موجودة في خندق واحد، وتنطلق من نقطة واحدة وتحت قيادة وسيطرة واحدة، القيادة والسيطرة بتقودها القوات المسلحة. نحن ما شاعرين بأنه في ضغط لتحديد موعد يوم محدد. البروسس بتاع DDR بروسس طويل. انت عشان تستوعب جيوش في جيوش، هي ما مثلا نقطة تحدد يوم الفلاني أنا أكون خلصت. هي مسألة طويلة متواصلة، والناس اللي ما يصلحوا للدخول للجيوش أيضا محتاج في حاجة لاستيعابهم في قوات أخرى، مثلا زي الشرطة، زي الأجهزة الأمنية، وبعد ذلك أيضا محتاج إلى استيعاب في الحياة المدنية. فالبروسيس طويل، ما بتم بجرة قلم. لكن أنا مفتكر أنه قطعنا أشواط كبيرة بكسر الحواجز الموجودة كما النفسية الموجودة بين القوات دي من قبل، والآن الطريق صار سالكا، ونرجو أن لا يأخذ وقتا طويلا. أتمنى ذلك، لكن كنت أتوقع على أقل تقدير حتى وفق DDR بيكون في تصور، ولو حتى يعني خلينا نقول تصور، وليس يعني تصور قابل للمد والجزر. يعني كنت أتوقع أنه يكون في أتليست 3 سنوات 5 سنوات لتصور كلي لكي يكون هنالك جيش واحد، وده ما موجود كما أسلف.
صحيح كلامي؟ اتفاقات السلام حدد التواريخ، لكن طبعا الفترة الانتقالية نفسها امتدت بسبب الحرب، وبالتالي المواعيد التي ضربت في اتفاق السلام، اتفاق جوبا لسلام السودان، ما عادت مواعيد صالحة. ولكن نأمل أنه قبل نهاية الفترة الانتقالية الجيوش تكون كلها دمجت في جيش واحد، وخلصنا من مسألة الجيوش المتعددة، ويكون عندنا جيش سوداني واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. جيد. درست الاقتصاد يا دكتور وتدير وزارة المالية في زمن الحرب. أعطينا رقما واحدا واضح تحسن بسبب سياساتك في المالية وليس بسبب ظروف خارجية. نحن لم نعتمد من الأساس على ظروف خارجية. نحن بفضل الله سبحانه أقصد وتعالى بظروف خارجية يعني فاكتورز أثرت على سياساتك اللي أنت وضعتها. فاكتورز. طبعا انت ما عايش في جزيره روبنسون كروزو. يعني في النهايه السودان جزء من مجتمع اقليمي ودولي بيتاثر. يعني لو الناس، لو حصل في حرب في الخليج وارتفع اسعار البترول، اوتوماتيكلي الاسعار في السودان هتتاثر. لو مدخلات الانتاج الزراعي اسعارها ارتفعت، السودان هيتاثر تاثير كبير، وهكذا. فانت ما في معزل او في جزيره معزوله حتى لا تتاثر بالعوامل الخارجيه. لكن اللي عايز اقوله انه نحن اول حاجه نفتكر انه استطعنا في عام 21 توحيد صرف وتحقيق استقرار في سعر الصرف لفتره طويله، مما حدا ب توحيد يا دكتور، توحيد سعر الصرف ده يعني شنو لعامة السودانيين حتى انه يكون مسألة ايجابية؟ عامة السودانيين بيفهموا. نعم. كان عندنا سعر صرف للسوق الموازي، سعر صرف للبنك المركزي، سعر صرف لما يسمى بالدولار الحسابي، سعر صرف كان للدولار الجمركي. كل هذه الأسعار كانت موجودة في السوق. نحن وحدنا سعر صرف العملة، ونتيجة لذلك حقيقة حصل استقرار كبير في سعر الصرف في عام 21 22 وحتى بداية 23، وتم التحويلات بأكثر من 12 مليار دولار من الخارج إلى الداخل، واستطاع النظام المصرفي بيع أكثر من 10 مليار دولار، وكان عندنا فائض في نهاية عام 22 أكثر من 2 مليار دولار نتيجة هذه التحويلات. فكنا نسير بصورة طيبة. هذا الأمر تعطل بسبب الحرب. الحروب عندها شروطها، معطياتها المعروفة. أمر آخر، نحن لولا الخطوات اللي اتخذناها لرفع الدعم عن الوقود، عن القمح أو الدقيق وعن الغاز، كنا في وضع مختلف جدا الآن. لحسن الحظ نحن في ظروف الحرب ما كنا محتاجين لهذا الدعم، وبالتالي استطعنا إدارة الاقتصاد بصورة معقولة. نحن في أول ما وصلنا بورسودان ما كان في حقيقة اقتصاد ولا في دولة. في أول شهر كان كل التحصيل عندنا حوالي 55 مليون جنيه سوداني، 55 مليون جنيه سوداني. الآن نحن في الشهر من الضرائب والجمارك فقط ممكن نحصل على أكثر من تريليون جنيه سوداني. فنحن حققنا قفزة كبيرة جدا في الإيرادات، ليس برفع الفئة، حافظنا على الفئات، ولكن بتوسيع المظلة الضريبية وبتحسين إدارة الجمارك والضرائب قطعنا أشواط كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا الأرقام هذه نحن في فرق بين الأرقام المطلقة والأرقام النسبية، برضو الناس لازم يعرفوها، لأنه في الانفليشن ريت اللي هو ده معدل التضخم، وفي التحول في اسعار الصرف، اسعار الصرف نفسها، عشان ما بديك الحكايه. لكن في عام 21 على بال ما ننتهي في عام 22 ضاعفنا بالدولار. احنا في اول ما وصلنا بورسودان ما كان في حقيقة اقتصاد ولا في دولة. في أول شهر كان كل التحصيل عندنا حوالي 55 مليون جنيه سوداني،
55 مليون جنيه سوداني. الآن احنا في الشهر من الضرائب والجمارك فقط ممكن نحصل على أكثر من تريليون جنيه سوداني. فنحن حققنا قفزة كبيرة جدا في الإيرادات، ليس برفع الفئة، حافظنا على الفئات، ولكن بتوسيع المظلة الضريبية وبتحسين إدارة الجمارك والضرائب. قطعنا أشواط كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا الأرقام هذه نحن في فرق بين الأرقام المطلقة والأرقام النسبية، برضو الناس لازم يعرفوها، لأنه في الانفليشن ريت اللي هو ده معدل التضخم، وفي التحول في اسعار الصرف، اسعار الصرف نفسها، عشان ما تديك الحكايه. لكن احنا في عام 21 على بال ما ننتهي في عام 22 ضاعفنا بالدولار، يعني لو حولنا المبالغ الى الدولار ضاعفنا ايرادات البترول للضعف، ايرادات الضرائب للضعف في وقت وجيز. فانا افتكر انه احسننا اداره الضرائب بصوره كبيره، احسننا اداره الجمارك بصوره كبيره، وسعنا المظله الضريبيه بصوره كبيره، نجحنا في ذلك. عندنا اشكالات حقيقيه الان، لانه انت ما ادري دكتور عبد العزيز تسمعني؟ مسموع يا دكتور واصل. تمام. نحن طبعا واجهنا مشكله حقيقيه، لانه بعد الحرب مباشره توقف انتاج البترول بالكامل، وكنا بننتج حوالي 54,000 برميل في اليوم، وصل إلى الصفر. ثم توقفت المصفاة، وكنا بننتج 60% من حاجاتنا من المواد البترولية من المصفاة، وبالتالي نستطيع نوزن سوق المواد البترولية. اضطررنا إلى استيراد كل المشتقات البترولية من الخارج، وده أثر تأثير كبير. الحمد لله الآن رجعنا بصورة تدريجية إلى حوالي 23,000 برميل في اليوم بننتج. لو استطعنا أن نزيد الإنتاج فوق 100,000 برميل يكون حلينا مشكلة كبيرة. نحن في ظروف الحرب بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا إنتاج الذهب استمر بصورة معقولة جدا، ولو أننا دقيقة على الذهب. أنا ما استطعنا نحيط في الحتة بتاعت توسيع مظلة الضرائب. نعم. هل توسيع مظلة الضرائب دي فيها المواطن السوداني المطرود من بلده، المنهك، الفاقد أعماله، المحطمة بيوته، هل المواطن السوداني جزء من توسيع مظلة الضرائب هذه؟ طبعا لا، لكن أنت عايش في أستراليا وتفهم أنه في الدولة ما في زول خارج المظلة الضريبية، إما أن تكون مستلما من الدولة أو مسلما للدولة، أو تعفيك الدولة من الضرائب. لكن مهم أنك تكون معروف للريفينيو أثوريتي في البلد اللي أنت موجود فيه، أنه كل شخص في الدولة بلغ 18 سنة يكون معروف للدولة إنتاجه قدر شنو، دخله قدر شنو، وفي النهاية هذا الدخل مستحق ضريبة ولا لا. دي المسألة الأساسية اللي نحن نسعى لها، وده ما للأفراد. توسع المظلة الضريبية بصورة أساسية مخصوص بها الشركات. يعني زمان نحن قبل ما نجي كان الشركات البترول، شركات أخرى، شركات تجارية تعيش على ما يسمى بالتقسيط وبتأجيل الدفع. الشركة يعني بتجيب بترول وتبيع بكاش، لكن ما بتدفع للضرائب في مواعيدها، تأخذ أموال الدولة بتتاجر بها. نحن اللي وقفنا التقسيط بالصورة كاملة، وقفنا حاجة اسمها إيفاءات ضريبية. في النهاية الناس أجبروا على الدفع ما عليهم، ومن الأول ما قادر يدفع التزاماته ما يستورد. ضبطنا المسألة. أنا يا دكتور بتكلم عن المواطن السوداني البسيط. يعني في زول صاحب ترك رسل لي رسالة قال لي يا أخي نحن لما نسافر في كل حتة في نقطة بتاع جباية، فعليك الله زعل لنا سعادة الوزير القصة دي شنو أصلا، والحاجات دي وضعها هو الوزير نفسه ولا منو وضعها، والقروش دي بتمشي وين، وفي قروش بتتخطى في الجيوب في ده كلام الراجل بالسواق بتاع ترك. تفضل. صحيح جدا. طبعا شوف، مسألة الجبايات الغير قانونية مسألة ليست جديدة في السودان ولا مع هذه الحكومة. حكومة البشير حاولت القضاء على الجبايات الغير قانونية وفشلت، والسبب الأساسي أنه نظام الحكم الاتحادي من المفترض أنه يصاحبه ما يسمى بالفيدرالية المالية،
عندما تعطي الناس سلطة تعطيهم مال. هذا الترتيب ما كان بالجيد وبالقدر الكافي، وبالتالي المحليات والولايات سعت للحصول على أموال بأي كيفية لتغطية التزاماتها تجاه مواطنيها في الأرض، وده أحدث فوضى حقيقية في طريقة جباية الأموال. الآن في كثير من الولايات والمحليات الناس بيعملوا حواجز وبيجمعوا أموال ما بتورد للدولة في حقيقة الأمر. مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير العدل وبرئاسة مناوبة لوزير المالية. اللجنة الآن شغالة في كل الولايات تسعى لإزاحة هذه الحواجز ولمحاكمة كل الذين يأخذون أموال بطريقة غير مشروعة. لكن مثلا في غاية التعقيد تزيح البارير اليوم أو الحاجز اللي بيجمعوا في المال اليوم، غدا تلقاه عملوا حواجز في في مواقع أخرى، وبالتالي محتاج إلى عمل مستمر. الآن الشرطة مشتركة، الأجهزة الأمنية داخلة في الموضوع، وكلنا الآن باذلين جهد كبير في محاربة الجبايات غير القانونية. ولكن في نهاية الأمر أنت في حاجة إلى نظام فيدرالي بفيسكال فيدراليزم، أيضا بفيدرالية مالية ضابطة حتى تستطيع الولايات والمحليات من القيام بواجباتها من إيراداتها بصورة قانونية وليس بالجبايات الغير قانونية. الفيدرالية دي قد تكون مرحلة لاحقا. احنا حسي فيما تسيطر عليه الحكومة السودانية، المناطق المسيطر عليها الحكومة السودانية، ده الفيدرالية ليست الفيدرالية الآن ليست مسألة. الآن الولايات عندها مسؤولية التعليم العام، عندها مسؤولية الصحة، عندها مسؤوليات في التنمية الداخلية، عندها مسؤوليات كثيرة، وبالتالي هي محتاجة لأموال لتسيير الولايات، لتسيير المحليات. والحكومة الاتحادية عندها التزام محدد. مثلا احنا الآن عندنا 30% من إيرادات الحكومة الاتحادية تذهب إلى الولايات، توزع إلى الولايات بمعادلات متفق عليها مع ديوان الحكم أو وزارة الحكم الاتحادي، ولكن الأموال هذه غير كافية لحاجات الولايات، ولذلك الولايات تبحث عن موارد أخرى، مصادر للمال لسد حاجاتها. لكن الموارد الأخرى دي يا دكتور تقع على المواطن المنهك أصلا؟ ما بالضرورة طبعا، ولا نشجع ذلك، ولكن في النهاية الولاية محتاجة إلى مصادر مال، مفروض تعمل مصادر قانونية حقيقية. المشكلة في أنه في تفلت كبير في الجبايات الغير القانونية، والآن مبذول جهد كبير كما ذكرت آنفا أنه نحن ساعين في أنه نوقف كل الجبايات غير القانونية والتقل. طبعا هذا لا يعني أنه في النهاية الطرق القومية حتكون مجانا. صاحب الترك لو بيمشي في طريق قومي عشان نصلح هذا الطريق محتاجين أن احنا يكون عندنا أموال لإصلاح هذه الطرق، وبالتالي بيحتاج يدفع، لكن مش يدفع في كل زاوية، في كل لفة، في كل مكان، ويكون عارف أنه الأموال اللي هو بيدفعها تصل لوزارة النقل لإصلاح الطرق، ويجد طريق أفضل من الطريق اللي وجده اليوم غدا. ده المقصود. يعني هو في النهاية عشان ما يتعطل في الطريق، بدل ما يصل في ساعات محدودة يلقى نفسه ماشي في أيام، وكسر كذا كورونا وكسر ما تعرف، ده كله بسبب سوء الطرق. وبالتالي نحن محتاجين الطرق عندكم في استراليا ولا في أي مكان في العالم ليست مجانية يعني، لكن الأموال لازم تذهب إلى الجهة اللي تصين الطرق وتبني الطرق. لكن الفرق بين الطرق في استراليا والطرق هناك والطرق في بريطانيا وفي امريكا وغيرها، انت بتلقى مقابل ما تدفع، لكن حسيسين بيقول لك ندفع والطرق ما زالت مدمره ومكسره وصعبه. يعني هذا في جانبين. الجانب الأول أنك أنت تدفع لغير الجهة الحقيقية اللي المفروض تدفع لها المال. طيب ده يتعامل كيف يا دكتور؟ ده ما زاد الكلام اللي قلنا لك. نحن الآن اتخذنا قرار في مجلس الوزراء وشكلنا لجنة برئاسة وزير العدل بنحارب في الجبايات الغير القانونية.